الثلاث علماء دول اخدوا جائزة نوبل في الطب السنة دي في حاجة هتغير مستقبل الطب كله. مبدئيا لازم تعرف ان جسمنا فيه نوع من الخلايا اسمها الخلايا التائية او التي سيلز، عاملة بالظبط زي الحراس، بيلفوا في جسمك يدوروا على اي فيروس بكتيريا او جسم غريب، واول ما بيلاقوه بيهاجموه ويدمروه. بس احيانا الحراس دول بيتلخبطوا وبيهاجموا خلاياك السليم، وده اللي بنسميه امراض المناعة الذاتية. كان في عالم ياباني بقى اسمه سايمون ساكوجوتشي لاحظ ان الفئران اللي شالوا منها السايماس جلاند جالها امراض مناعه ذاتيه، وده خلاه يشك ان الغده دي هي المكان اللي الخلايا المناعيه بتتعلم فيه ازاي تفرق بين الخلايا السليمه وبين اي جسم غريب تهاجمه. يعني الغده دي مسؤوله عن انها تمنع الجهاز المناعي من انه يغلط ويهاجم جسمك نفسه. وبعد سنين من البحث اكتشف ساكوجوتشي نوع خاص من الخلايا التائيه سماها التي ريجز أو الخلايا التائية التنظيمية، ودورها إنها تهدي جهاز المناعة لما يخرج عن السيطرة وتحمي خلاياك السليمة من الهجوم. في نفس الوقت في أمريكا العالمين ماري برونكو وفريد رامسديل اكتشفوا جين اسمه فوكس بي 3، ولقوا إن أي خلل فيه بيخلي الجهاز المناعة يفقد السيطرة ويهاجم الجسم كله. لما ساكوجوتشي قرأ بحثهم اكتشف إن الجين ده هو المفتاح اللي بيخلي خلايا التي ريجز تشتغل، يعني باختصار هو اكتشف الخلية وهم اكتشفوا الكود اللي بيشغلها. وده معناه اننا اخيرا بنقرب من علاج امراض زي الذئبه الحمراء، الروماتويد، وكل امراض المناعه الذاتيه. وبسبب الاكتشاف ده الثلاث علماء دول اخدوا جائزه نوبل، بس نسيوا يعملوا لي فولو.